بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كنشكر جميع الحضور، كنشكر المنابر الاعلاميه اللي شرفتنا بالحضور ديالها، مشكوره جدا. كلمه شكر في حق جمعيه اماسنا الصديق يوسف الشفوعي اللي وفرنا الفضاء باش نتلاقاو فيه معكم. كنشكروا كاع يعني جميع الجهات اللي ساندتنا في الدعمات باش تكون الدوره السابعه هذه المهرجان. تغطية هذا اللقاء والذي سنسلط من خلاله الضوء على فقرات هذه الدورة، والتي انطلقت من هذه اللحظة التي نتواصل فيها معكم. إيمانا منا بقدرات الشباب وبصفتهم رجال الغد، وهم من سيحافظ على استمرارية النمط الغيواني الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من تراثنا المغربي الأصيل، جاءت فكرة تأسيس هذا المهرجان. الجديد في الدورة هو أن جات لتحفيز المجموعات على الإبداعات الخاصة ديالها، فبالتالي المجموعات المشاركة كاملة جاينا بإنتاجات ديالها شخصية. خرجنا من التقليد اللي عرفت الدورات السابقة، واليوم إن شاء الله غادي انطلاقا اليوم غادي يكون عندنا مجموعة نواريس من طنجة، مجموعة المحامي من مرتيل، مجموعة غوالي من تطوان، مجموعة المناكفيزة من قنيطرة، مجموعة أفريكا سين من الدار البيضاء، مجموعة جيل السلام من قلعة الصراغلة، إضافة إلى مجموعة المشاركة الشرفية لمجموعة السهام، ومجموعة القناوية للمعلم باقبو والمعلم عبد القادر أمين. في إطار الأنشطة الثقافية لجمعية أهل الثقافة والفن، ارتأت هذه السنة تنظيم الدورة السابعة من المهرجان الوطني للمجموعات الغيوانية الشبابية تحت شعار الفن الغناوي رافدون من روافد الأغنية الغيوانية نحو العالمية. وتم الاختيار على علم من أعلام الفن الغناوي اللي هو السي مصطفى باقبو، عضو مجموعة جيل جلالة سابقا. وهذه الدورة كتعرف تنظيم أنشطة موازية لهذا المهرجان، اللي هي كتتجلى في الشعر وفي ندوة فكرية، وكذلك تكريم بعض الوجوه الفنية والإعلامية اللي فقدت الساحة الفنية والإعلامية مؤخرا، منهم الفنان سيدي محمد حميد المفتوح، عضو مجموعة أفريكا سلم من مدينة الدار البيضاء، سي محمد الوسيني عضو مجموعة لوناس من مدينة طنجة، وقيدهم الفاعلين الجمعويين والصحفيين سيدي عبد العزيز الرابعي تغمدهم الله برحمته الواسعة. وأيضا تكريم هرم من أهرام الفن الغناوي اللي هو سيدي عبد القادر أمليد من مدينة الرباط، وتكريم عريس الدورة اللي هو سيدي مصطفى باقبو. وهذا المهرجان كيعرف يعني حضور مجموعة من المجموعات الغنائية الشبابية اللي غادي تأتي فضاء هوليودي إن شاء الله. بالعكس يثبته المهرجان الوطني للمجموعات الغيوانية الشبابية. علاش؟ أنا لا أرمي الورود على أحد، أنا صريح وأقول هذا التاريخ، ما عرفتش واش غنعيش في الدولة ما غنعيش، أن الخصوصية ديال المهرجان ديال أهل الثقافة والفن ما غنتبقاوش، وأشد بحرارة عليه جميع أعضاء الجمعية. علاش؟ لأن رغم الإكراهات وأنا أعرفها جيدا، لأن سبقت لي تنظيم مجموعة من الأنشطة وحضرت فيها الإخوان وشفتوها، لأنني أعرف الإكراهات المادية واللوجستية وبعض الحاجات الإدارية. بعض الخطرات بعض الحالات راه كنلقاو حتى مشكلة ديال الفضاءات. إذا هذه الإكراهات رغم الإكراهات ورغم الإكراه كورونا ورغم الإكراهات المادية، أن الجمعية التزمت أنها تبقى وفية دير دورات في السنوات ديالها، كل عام كدير دورة. رغم أن الكمامة كانت فوقنا غنينا برنا تغيوان.